مو صلاح الملك يجلب السعادة للمملكة كلها في آخر مباراته مع ليفربول قبل ما يروح أفريقيا. محمد صلاح بينزل تاني وينور الملعب من تاني ويعمل أسيست والأروع في مباراة ليفربول. 10 من 10. وماتش كان حلو أوي ليفربول، وماتش حسينا فيه كده بسعادة والجمهور كله كان مبسوط وفرحان وتحس بسعادة. الله. اما على الناحيه التانيه بقى في اسبانيا جنبينا كده على طول، فبرشلونه لسه مستمره ان هي تصالح جمهورها ولسه مستمره في الاداء العالي اللي بتقدمه في ماتش كان صعب قوي 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 عليهم قدام اوساسونا. تحسه ماتش هربان كده من ايام الزمن الجميل 2006 مانشستر يونايتد ضد ارسنال. كان ماتش صعب قوي على برشلونه، برغم ان اوساسونا دايما في الماتشات الاخيره بتبقى تقيله على برشلونه وبتكسبهم في اوقات وتوقعهم في اوقات، بس الرافينيا بهدفين ينقذ برشلونه ويفضل متصدر الدوري بفرق 7 نقط عن ريال مدريد. لايك واشتراك والله بينا نبدا الحلقه. الواحد يا اخي مبسوط، والله مبسوط قوي بليفربول وبالفرقه النهارده وباللعب اللي كان بيلعبه النهارده. والماتش كان فيه لقطات كتير حلوه وروح عاليه كده وحلوه بين اللعيبه، واللعيبه عماله بتدي الكره لصلاح وعايزاه يجيب جون، وصلاح ما بيخلش عليهم، عمال هو كمان يدي في اسيستات وبتاع. والدنيا كانت حلوه كده بين الفرقه كده، وتحس الدنيا كانت حلوه. وارن سلوت في اخر الماتش بيحضن صلاح وهو ماشي ويودعه. وجه في المؤتمر صلاح، فالراجل اتكلم عليه باحترام قوي بصراحه، وطلع قال ان انا هستنى محمد صلاح وهيبقى عنصر مهم معانا، واتمنى ان هو يرجع بسرعه بعد افريقيا. فالراجل محتوي كده اللعيب، وتحس فيه احتواء كده، والراجل تحسه بيعامل صلاح زي اخوه الصغير كده، اللي هو غلطت صلاح وكل حاجه، بس معلش غلطه وبنعدي وبنحاول نصلح الموضوع. تحس روح حلوه كده في الماتش. الماتش بدأ ليفربول حقيقة ضغطة، والواد ايكيتيكي حط أول جول في بعد 46 سنة، ده أسرع هدف السنة دي أصلا في الدوري الإنجليزي. الراجل حط جون والفرقة واقفة على رجليها حلو بصراحة، الفرقة كانت بتلعب حلو، وايكيتيكي عمال رايح جاي، الواد نشيط أوي، يمين شمال يمين شمال. وسوبوسلاي كان حلو، وماكاليستر حلو، وفيرس كان حلو، اللعيبة كلها كانت حلوة الحقيقة، وكلها كانت نازله تكسب ونازله تعمل ماتش. خصوصا ان برايتون كسبانه الماتش الاخير 3-2 على ليفربول، وليفربول نادرا ان هي بتخسر، او عمرها ما خسرت، وخسرت من برايتون ماتشين اصلا. فالراجل اللعيبه كلها كانت نازله الحقيقه عايزه تكسب الماتش ده لحد ما جت الدقيقه 25. سبحان الله، هو صلاح قاعد كده على الدكه، باين ان هو زعلان ومتضايق ان هو على الدكه مخنوق. هوب سبحان الله لقينا اصابه جو جوميز في الدقيقه 25. قلنا عادي هينزل برادلي، فريمبونج هيعمل اي حاجه، هيجيب سوبوسلاي رايت باك وينزل جاكبو مثلا، ولا اي حد عادي. المهم هوبا لقينا قام بيطلع لك جو جوميز وينزل محمد صلاح. اقسم بالله دي دعوات ام صلاح اللي كانت قاعده بتتفرج عليه في الماتش، دي كانت دعواتها. هي الست تقريبا فضلت طول الليل تقوم الليل وتصلي لحد ما ايه ربنا استجاب لها، والراجل نزل الراجل. طب بص بقى على محمد صلاح لما نزل بقى، هو مغلول كده وجواه معبي. الراجل نزل بوم، رايح على الجول رايح على الجول، راح بهجمه اولى اداها الماكريستال يستلوح فيها، راح بكذا كوره ويباص ويشوط ويحاول وي 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 وي. الراجل نشيط جدا 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 لحد ما جه في الدقيقه 50 او في الدقيقه 50. قام هوبا كره ركنيه رفعها، قام ايكيتيكي بوم طلع وحط الجول التاني. وعايزين نتكلم عن ايكيتيكي شويه يا جماعه. الراجل ده حاطط ايزاك في موقف وحش قوي قوي قوي، ومخلي ايزاك شكله وحش قوي. يعني 150 مليون تحسهم حرام، مع ان ده برضه 80 مليون، بس دول تحسهم 80 مليون حلال. الراجل حاطط بصراحه ايزاك في موقف وحش، والراجل بيلعب نشيط جدا، على اليمين تلاقيه بيلعب، على الشمال بيلعب، ومهاري وسريع وفينيشنج. الراجل بصراحه 10/10 ولا غلطه بصراحه. من الاجابات برضو في الماتش النهارده خط الدفاع كان حلو قوي بصراحه، وكان ماسك نفسه واقف على رجليه. اي نعم في كذا كوره راحت على اليسون، بس اليسون برضو الصراحه النهارده في كذا كوره شالهم يا جماعه، لا الكوره دي كانت جون مؤكد بصراحه. فالفرقه توتال بصراحه كويسه، مش البيك بتاع ليفربول، بس واقفين على رجلنا. تاني ماتش فوز على التوالي. ماتش على برايتون صعب جدا، برايتون كانت مركز خامس ولا سادس، يعني برايتون فريق مش سهل. وفي نفس الوقت انت كسبت انتر الماتش اللي فات في جوزيبي مياتزا، فانت واقف على رجلك، الدنيا حلوه. وهنشوف بقى الدنيا هتمشي ايه ازاي في الكام ماتش الجايين دول لما صلاح يروح افريقيا بس الفرقه المفروض تقف على رجليها. والفرقه ايه، تحس اللعيبه من ساعه الحوار اللي حصل مع صلاح والضغطه، او ان الاداره وقفت في صف المدرب وقلبوا على صلاح، تحس اللعيبه خافت، اللي هو ايه، لا احنا لازم نلعب ونأدي اقصى ما فيها. كله بيقول لك نفسي نفسي، اي نعم في الملعب سالكين لبعض وبيباصوا وكده، والواد كيازا سالك قوي، كان ادى الكوره لمحمد صلاح كده في الاخر بس ضاعت، بس الواد ده سالك قوي يا جدعان. والكوره ايه، اللعيبه بتلعب عشان عايزه تكسب، دي اهم حاجه عندها. فهي حلوه. وبركات طبعا النجم احمد السقا، خافوا منك يعني، برغم اللي انت عملته، انا مش عارف اللي انت عملته ده يعني. انت احنا اكبر من ان احنا نطلع نعمل حاجه زي كده او نتريق عليهم في حاجه زي كده، ده من وجهه نظري يعني، او نتحايل يعني عليهم. ان في الاول وفي الاخر انت طالع في الفيديو بتاعك بتقول انت ميجا ستار،
فانت راجل ميجا ستار، وده محمد صلاح اهم لعيب في اوروبا حاليا. طبعا كان كريستيانو وميسي موجودين والناس دي، بس دلوقتي هو اللي موجود واهم لعيب من حيث الخبره والارقام وكده محمد صلاح. فهو لوحده حمله اصلا عليهم، فان انت تطلع وتطلب منهم والكلام ده، يعني احنا اكبر من كده يا عم، كبر دماغك. ادينا اهو ماشيين في الطريق صح، وخدين الطريق ماشيين فيه صح، واحده واحده الدنيا كويسه. والواد جونز برضه، الواد جونز اللي في نص عالمي الواد برضه. عجبني قوي حته ان هو ايه يبقى بيرجع يبقى مدافع تالت معاهم، دي حلوه قوي. وجي في اخر الماتش كده فضل ياخد الواد يمين في شمال يمين في شمال. الفرقه حلوه يا جدعان، الفرقه حلوه واقفه على رجليها، واحنا نقدر لسه نقدم اكتر من كده بكتير بكتير بصراحه. طبعا محمد صلاح النهارده بعد الاسيست اللي عمله بقى تالت اكتر لاعب في الدوري الانجليزي مساهمه بالاهداف عموما، بعد واين روني وبعد الان شيرر، وخلاص تجاوز فرانك لامبرد وبقى معاه 280 مساهمه. اسطوره يا جدعان، الراجل اسطوره وبيحطم الارقام، وهي دعوه الحاجه بس. اما بقى لو هنتكلم على برشلونه، فاول الدوري يا عم، ورافينيا بيجيب لك اجوان، وولاد لامين فايق كده وبيعمل ريمونتادا على المسيره بتاعته اللي كانت هتنتهي دي، واللعيبه حلوه معاك، بدري معاك، رافينيا معاك، فيران توريس. الدنيا حلوه معاك، الدنيا حلوه وانت ماشي سالك ومستمر انت صالح جمهورك. ماتش بصراحه ما كانش حد متوقع ان انت هتكسبه. هو الماتش اصلا من قبل ما يبدا وساسونا معروف ان هي فريق رخم قوي ضدك، دايما فريق رخم ضدك. سبحان الله، ما تعرفش الفريق ده بيجي قدامك انت وبيفوق ليه. بس قبل الماتش كان كله متوقع ان الماتش يخلص تعادل، انت تخسر، لو كسبت هتكسب بصعوبه. اي نعم، انت الماتش كان صعب لان تحسوا وساسونا كده كانت نازله بتلعب على شرافه، العيال هتدافع مش هتحل في الدفاع، انا هدافع يعني هدافع، هو ده اللي عندي. عاجبك مش عاجبك انسحب من الماتش وامشي. والعيال كانت مستموته في الدفاع بصراحه. بس لحد ما جه السوبر رافينيا ابن الدكه، فانتازي اللي كنا بنجيبه في الدكه كمالة عدد. رافينيا يا جماعه مش هنتكلم عليه كتير خلاص يعني، بس الراجل ده الفيفا لازم تفضل حاطه عينيها عليه. العالم كله عارف قيمه رافينيا، جمهور برشلونه عارف قيمه رافينيا، جمهور ريال مدريد عارف قيمه رافينيا، جمهور العالم كله عارف قيمه رافينيا. انما الناس التانية اللي عشان ده مش واجهه دعائيه ليهم، فعشان كده ما بيفضلوش، وعشان كده ما بيدوش له الكريدت بتاعه. انما رافينيا من نجوم العالم، الراجل ده بالنسبه لي هو اكتر لعيب من السنه اللي فاتت لحد دلوقتي مستواه ثابت. ديمبلي مستواه تراجع، لامين يامال كان مستواه تراجع، والراجل بيبدا يعمل في ريمونتادا. انما انت هتيجي تبص على اكتر لعيب مستواه ثابت وبيحاول دايما ان هو يجاري حتى لما بيحصل له اصابات بيرجع، هو رافينيا. الراجل عنده روح وشغف وقائد بالمعنى الكلمه، وراجل فعلا نازل بيبقى همه على الفريق في الماتشات الصعبه، تلاقيه دايما موجود، دايما تلاقيه موجود. وبرده لامين يامال الراجل بيعمل ريمونتادا يا جماعه على فرقته. شفتوا انتوا من ساعه ماتش ريال مدريد والتصريحات اللي طلعت والكلام اللي طلع وبيعيطوا بالتحكيم والكلام ده كله. الراجل بصراحه الاداره والمدرب طلعوا كده تحسهم عملوا عليه اللي هو ايه كماشه كده، اللي هو لا تعالى كده انت دماغك سايقاك وعبيط، وابوك واهلك ناس عبيطه، لا تعالى احنا بقى، احنا اللي هناخدك ايه نفهمك الدنيا بقى واحده واحده. والناس خدوه بقى، انطوا البت اللي انت مصاحبها دي، فكك من السوشيال ميديا، مفيش بودكاستات، يلا انت هتسمع كلام. والراجل بيتقبل كل حاجه، والراجل ماشي في السليم لحد دلوقتي بصراحه. الراجل ماشي واحده واحده وبياخد ثقه، والواد ده لحد دلوقتي هو كده كده يعني من اهم نجوم العالم ومن احسن لعيبه العالم. الواد ده بقى لو وصل لمستوى بيك اعلى كمان، ربنا يستر على احسن من برشلونه بصراحه. وفي الاول وفي الاخر التحيه والتقدير كله لهانز فليك، ان هو من الفرقه المعفنه دي قدر يعمل منهم حاجه، قدر بشويه العيال الهطله دي يعمل حاجه. بالجار مارتيني اللي كان هيوديه في 60 داهيه النهارده، بس ربنا ستر نسخه اراوخو. اللي هو اراوخو انت مش فاهم يعني، يوم ما توديه يطلع يرتاح شويه توافق له على حاجه في تل ابيب، الواد ده عبيط. ما هو عبيط، ما هو طبيعي ده، انت مش ملاحظ حاجه اصلا. الفرقه حلوت وحسيت من ساعه ما الواد ده انت نطرته بره الفرقه. فهو الواد ده اصلا في حاجه كويس ان هو مشي، يا رب ما يرجع تاني ويعتزل. فهو بصراحة هانز فليك الراجل 10/10، كل ماتش بيديره ازاي وبيتكلم مع اللعيبة وبيحفز اللعيبة، بيديهم دايما دافع. فبرشلونة بقى دلوقتي في متصدر الدوري فرق 7 نقط على ريال مدريد، والدنيا هي ماشية وكويسة. وتعالى يا عم انت ريال مدريد يا عم، بلا شايلة العرضجية دي، عايزين حد كده ينزل يساويهم بالأرض، يرمي فينيسيوس دكة ويرمي بلينجهام دكة ويقعد اللعيبة دي يعرفوا توامهم ايه. ايه يا عم مش كده. بس كده، دي كانت حلقتنا النهارده، لو عجبتك متنساش اللايك والاشتراك في القناه. سلام.